عبدة الشيطان كم هم خابيل وفقدوا عقولهم وإنسانيتهم. ففي البرازيل في مدينة بيلم قامت الشرطة بالقبض على 15 واحد من عبدة الشياطين وتقديمهم للمحكمة بتهمة قتل وقطع الأعضاء الجنسية والتناسلية للنساء وللرجال. وقتل مجموعة أطفال في مدينة تاميرا في حوض الأمازون، وبلغ عدد القتلى 15 طفل من الأطفال الفقراء المزارعين. وقاموا عبدة الشيطان باختطاف الأطفال من عام 1982 إلى عام 1992، وتمكنت بعض الأطفال من الهروب من هؤلاء المجانين، وعثروا على جثث 6 أطفال آخرين، وقد تمت إزالة أعضائهم التناسلية بالكامل. ولم تعرف الشرطة مصير 5 أطفال آخرين، وبيقولوا إنهم تم إزالة الأعضاء التناسلية للرجال وللأطفال عشان بيستخدموها في السحر الأسود وتقديم القرابين للشياطين. كان معظم الشخصيات من طائفة عبدة الشيطان من أولاد سلطات عالية في مدينة تاميرا في البرازيل، لذلك لم يحكم في القضية ولم ينظر فيها نهائيا إلا بعد 11 عام، وذلك لأساليب التهرب والتأجيل التي لجأ إليها المتهمون من عبدة الشيطان لنفوذهم وقوتهم. واهتمت وسائل الإعلام بطائفة عبدة الشيطان كثيرا، وانتقلت فكرة عبدة الشيطان من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، حيث قام زوجين شابين وهو دانيال ومانويلا قتل رجل مسن وأكثر من 66 طعنة في أنحاء جسده. كان ذلك في طقوس شيطانية لعبدة الشيطان، ولم ينفي الزوجان التهمة عنهما أبدا، وقالوا اللي هم عملوه ليس بغرض القتل ولا يحتسب جريمة من الأساس، وقالوا إن هم عملوا كده وقتلوا الرجل المسن بأوامر من الشيطان. مش بس كده يا صديقي، لا ده جابوا سكينة وحفروا على جسده علامة الشيطان. ولما الشرطة فتشت شقة الزوجان لقيتها مليانة جماجم وأنوار حمراء باهتة، وكانت مانويلا تنام في تابوت خشب يشبه تابوت مصاصين الدماء، وقالت إن الشيطان جندها وهي في سن صغير وهي عندها 14 سنة، وحاول الزوجان الانتحار بعد قتل الضحية وطعنوا أكتر من 66 طعنة، وقطعوا أعضاءه التناسلية بالكامل. والزيك بيقول ان انا اشتريت منشار كهربائي عندما يستدعيه الشيطان ليذهب اليه. اعتبرتهم المحكمة ان هم مختلين عقليا، وحكموا على الزوج ب15 سنة والزوجة ب3 سنوات في جناح مخصص لمستشفى الامراض العقلية والنفسية. وانتقلت طائفة الشيطان من امريكا الجنوبية الى الولايات المتحدة الامريكية، وقام رجل من عبدة الشيطان ويدعى جي سكوت بالينجر البالغ من العمر وقتها 26 سنة، والذي قام بإحراق أكثر من 26 كنيسة في أمريكا في أماكن مختلفة. واعترف الراجل بتهمته وقال إن الشيطان هو اللي أمره بحرق الكنائس، وقتل أكثر من 7500 شخص من الناس الأبرياء. والشرطة استطاعت الوصول إليه بس بصعوبة كبيرة جدا، واتحكم عليه ب 42 عام يقضيهم في السجن. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة. لو انت لسه ما اشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، واوعى تنسى اللايك الجامد الشارخ بتاعك. تحياتي.